من بعد الاحداث ديال هبط في البير وكل السنان ديالهم في فماك وجبد خنجر وخصني نذبح حنش ونشرب الدم ديالو. اليوم نكملوا القصه ان شاء الله. ملي كيكتب لك الله تعالى في الدنيا شي حاجه كتولي متبع اي خرافه واي طبيب. المهم هي تلقى فيهم واحد اللمحه ديال الامل باش تقدر تداوي داكشي اللي فيك، واخا تكون عارف ان بنادم كيكذب عليك، ولكن كتشيق غير حيت كتكون مشعبط باي حاجه تقدر تفكك من داكشي اللي انت حاصل فيه. المهم وقفت ومسحت دموعي، شفت فيه وقلت ليه ارارا شد نوريك. شاف في واحد شوف هاد الفشكال بحال اللي كيقول لي هادشي كامل باقي قادر تهضر. رجعت السنان لفمي، مبقاش كيهمني واش ديال بنادم ولا ديال ديناصور. شديت الخنجر بيدي ديال اليمين اللي لا شدو بالشمال، دوزت على الحنج دوزه وحده، راسو بقى في جهه وكسده ديالو في جهه. فتحت فمي وبقى الدم كيشرشر في وجهي كامل. غمضت عيني وما قدرتش نفتحهم، وجهي كان بارد والدم سخون والقرع كيغوت وكيقول لي شرب شرب شرب. بغيت نقول لكم المذاق ولكن عمري ما غادي نعرف نوصفه. حسيت بالدم حبس وانا نفتح عيني، لقيت القرع شاد الكسده ديال الحنش وكيلهات ويسمو ومول الديب فاتحين فمهم فيا مصدومين. الواحد الا كان بلاصتهم اول حاجه غيقول في بالو هي كيفاش هاد البروش هذا بقى صابر لهادشي كامل. القرع شد داك الحنش رماه في البير وجلسني ووقف حدايا، حطيت يدي على راسي بقى كيقرا عليا وكيبكي. ما فهمت والو، ولكن حسيت بداكشي اللي كان كيقول فشكال. وقفني قال لي افتح فمك ويدفل فيه، وقال لي خرج دوك السنان من فمك. حطيتهم ليه في يدي شدهم ويرميهم تما في البير. بقيت واقف ومغمض عيني جنسي نسمع الصوت ديال الماء، ما سمعت والو. درت شفت في يوسف ولدي لقيتهم هازين السلوم، جاو حطوه حدايا. ضوى يوسف بالبيل وقال لي شفتي دوك جوج حديدات؟ شفتهم، وحده غتحط على رجليك وحده شد فيها. سولت وياك غطلعوني بالزربه بعدا ياك؟ ما جاوبنيش وناض وشد السلوم وهبطو في البير. شاف فيا القرع وقال لي شوف فين كتحط رجليك عاد نزل. مع اول درجه حطيت فيها رجلي عرفت راسي ما غنخرجش. اي انسان كيفكر بعقله ما كانش غادي يهبط في ديك اللحظه، ولكن انا ما كنتش كنفكر وما كنتش طبيعي. مع كل خطوه كنت كنهبط كنت كنبقى نشوف الملامح ديالهم مزيرين. ما عرفتش واش حيت السلوم ثقيل ولا من شي حاجه اخرى. حطيت رجلي وشديت بيدي، طلع عليا القرع قال لي هو هذاك مزيان. ما كنتش قادر نهضر، غير حركت راسي وقلت لي راه مزيان. غمضت عيني ما كنتش قادر نفتحهم، بقيت كنسمعهم كيجمعوا الصنادق. شويه الصوت بدا كيبعد، بديت كنغوت يوسف يوسف يوسف. كنت كنغوت وكنسمع الصوت ديال الزطامي ديالهم كيبعدوا والديب كيلهات والسلاسل كيتخرقوا. غوت وبكيت وزاوقتهم، ولكن من سكت ما بقيت كنسمع والو. بعدوا مشاو. حبس انت اللي كتقرا هادشي، غمض عينيك وتخيل راسك في بلاصتي. ما قدرتيش يا انا ما قدرتش نصبر. بقيت كنغوت بحال شي واحد مصور، بكيت حتى نشفوا الدموع. غوت حتى كنت كنحس بالحلق ديالي غادي ينفجر. بقيت كنتمنى الموت وما لقيتهاش. بغيت نقتل راسي وما لقيتش كيفاش. كنعلي راسي وكنشوف غير النجوم في السماء. كنبقى نغوت وكنسمع غير الصوت ديالي كيتعاود في البيت. كنت كنبكي وكنسمع غير الصوت ديال الماء من تحتي والصوت ديال الريح في السماء. عمري نسيت وعمري غنسى ديك اللحظه. كنت كنبكي ماشي حيت خايف، حيت كنت عارف راسي غادي نموت بوحدي وما حد ما غيجيب لي اخبار. بحال شي ناموسه كتموت وما كيعرفها حد. واش ماتات؟ المهم بغيت نطلق ونطيح للما ولكن ما قدرتش. كنت كنغوت وكنسكت نبقى نبكي غير بوحدي. ما كنتش كنفكر بلي ربي غادي يكتب لي حياه جديده. الفكره اللي كانت في راسي هي بلي داكشي اللي شربت مسموم وغادي نموت ونتدفن هنايا. كنت كنطلب من الله يكون بصح مسموم. كنت باغي نموت اخوتي. دوزت الليله كامله وانا كنغوت ونبكي، حتى عليت عيني وشفت السماء بدات كتضوى والصباح بدا كيطلع. في ديك اللحظه يدي كانت عيات وشتني واحد الوجع في كرشي. كنت غادي نطلق من الحديد. في واحد اللحظه بديت كنتقيت بحال اللي كنت واكل التراب، حتى حسيت بالمصارني غادي يخرجوا. بقيت كنتنفس بالزربه بحال اللي راني جريت ساعتين، ولكن من بعد حسيت براسي بحال اللي كنت هاز الجبل وحطيته. ما كنتش قادر ننزل ولا نزيد نغوت،
حيت صافي الصوت ما بقاش، والبرد فرعني وجاني العطش. بقيت مغمض عيني وكندعي وكنقول مادام كاين البير في هاد الخلافه راه السراح كيخرجوا في الصباح باش يسرحوا البهايم ديالهم. بقيت كنتسنى وكنقول ربما يجي شي واحد يعمر الماء ويلقاني. كنسكت مره ومره مني كنحس بشي حاجه كنبدا نغوت، ولكن من بعد حسيت براسي بحال اللي كنت الجبل وحطيته. ما كنتش قادر نزيد نغوت حيت صافي الصوت ما بقاش والبرد فرعني وجاني العطش. بقيت مغمض عيني وكندعي الله يجي شي واحد يجي بغي يسقي ولا شي حاجه ويلقاني هنايا. وكنقول مادام كاين البرد في هاد الخلافه راه السراح كيخرجوا في الصباح بكري ويسرحوا، يعني في اي لحظه يجي شي واحد. المهم كنسكاش ومره نغواش، يعني على حسب. شي شويه وانا كنسمع شي صوت جاي من البعيد، صوت غادي وكيقرب بحال القران. قران، والطريقه ديال الترشيل ديالو بحال اللي في المقابر. كتصوروا كيفاش بقيت كنغوت؟ نخليك انت تتخيل كيفاش من سمعتو كيفاش بقيت كنغوت. الحيوط ديال البير اش غادي نطلع فيهم. بقيت كنغوت ونغوت فرحان، حيت اصلا غير سمعت النبحه ديال الكلب في ديك اللحظه كنت غادي نفرح. واخا نعيا نوصف ما غاديش تحسوا بداك الشيء اللي حسيتيه في ديك اللحظه. سمعت القران شويه القران ويحبس، ولا نسمع الصوت ديال الجرا كيقرب لجهتي. تما بديت نبكي، واول مره غنعرف شنو هي دموع الفرح. ما كنتش نحس بالدموع في وجهي حيت عييت، كلشي بداو يخرجوا بوحدهم. احلى صوت سمعته في حياتي اشرف. عليت عيني وما بان ليش شكون، شفت غير جوج ريوس. كانت الشمس وكنت عيان، عرفت راسي غادي نعيش. من بعد بقيت كنسمعهم كيغوتوا بسميتي، ما كنتش قادر ننطق. كنت كنتسناهم غير يطلعوني بحال شي طير كيتسنى يفتحوا لي القفص. هبطوا لي السلوم، ما كنتش نعنقوا. ما عقلتش على راسي حتى لقيتهم واقفين حدايا. ما حسيتش براسي كيفاش طلعت في السلم وكنت كنضحك. صدمت وكنت كنضحك. كتعرفوا ديك ابتسامه الانتصار؟ هي هذيك، ما حيداتش من وجهي. عرفت راسي انتصرت على الموت. شادين فيا وانا مصدوم، كنسمع غير الصوت في ودني: اشرف ولدي هذا انا، عرفتيني. كنت عاقل على كل ثانيه من ديك اللحظه، حيت من داك النهار اللي خرجت فيه من البير بحال اللي خرجت من كرش امي. كانوا كيهضروا معايا وكيتبتوني. انا كنت كنشوف في الشجر، كنحس بالريح في وجهي، كنتامل في الوجوه ديالهم بحال شي عما اول مره غادي يشوف. واحد فيهم كان شاد ليا في كتافي وكيحركني: انا معاك ولدي، صافي ما تخافش. هنا جيت ولدي. شفت فيه وبقيت كنحقق. غوت مره واحده موحه، ما حسيتش براسي تلقيتو معنقني. كان الصباح وانا ما لابس والو، حسيت بالدموع ديالو على صدري. ما بغيتش نطلق منه، كنت مخلوع من كلشي. حتى من راسي كنت كنمشي بحال شي واحد يلاه جاي خارج من الحبس، راسي محدور وغادي. واحد خيي كنت كنشوفو ديما فيه الهضره بزاف. واحد المره سمعتو قال واحد الجمله وعمرني فهمتها: الحريه. كتعرف شنو هي الحريه؟ هي مني كنخسروا كلشي عاد كنوليو احرار. ديما كنت كنقول شنو كيخربق هاد خونا، ولكن في داك الصباح فهمت ديك الجمله ديال الحريه. بقيت معنق موحه. درت شفت واحد السيد من اجمل خلق الله، حسيت فيه بحال اللي حابس الدموع. ما كنعرفوش وعمري شفتو. بان لي ما بغى يقول حتى كلمه. عنقتو بحال اللي كنعرفو شحال هادي. موحى كان فرحان اكثر مني والله خويا، على راسو للسما وبقى كيحمد الله. بقاو شاديني في يدي وكيسولوني: ما فيك والو، كتشوف مزيان، شنو وقع؟ ما كانش عندي الجهد اللي نقول شي كلمه، بقيت غير كنشوف فيهم. قالوا لي: لبس حوايجك بالزربه نمشيو بحالنا. درت لقيت حوايجي محطوطين حدا الصندوق، ما فهمت والو. مشيت من الزروب لقيت الصندوق ديال الرماد، هزيت حوايجي ولبستهم، ما لقيتش السبر ديالها. هذاك خونا العملاق داك الكبير دار لي السبر ديالي، ديجا قلت لكم حمر فيه، ما رحمنيش. ما غاديش تجي حتى قدو. ولد المشرمله رجلو كبر من القضيه الفلسطينيه ودار لي السبر ديالي. المهم داك الفقيه اللي كان مع موحى سميتو ياسين، حيد البلغه من رجلي وعطاها ليا نلبسها مسكين. انا في ديك اللحظه كان خاصني غير نشرب. بقيت كنقول لهم: الماء خصني غير الماء. خرجت من البيرو فيا العطش. عجيب امرك يا الدنيا. قالوا لي: صبر تنوصل. داروني في الوسط والطريق كامله ما قلت حتى كلمه. كانوا غاديين بيا وكيقراو القران.
الطريق ديال هاد المره ماشي هي النيت اللي جيت منها، بالزربه وصلنا للدوار، ما دزناش وسط الشجر والغابه، الدنيا كانت كامله اراضي فلاحيه. وصلنا للدخله ديال واحد الدوار عرفتو ماشي هو النيت اللي كنت فيه. درت لعند موحى واول حاجه نطقش بها فين حنا، قال لي ما تهضرش. ملي وصلنا لوسط الدوار لقينا جمهور د عباد الله، كنت مصدوم وزادو صدموني، كلشي كيشوف فيا، فاش كنسمع غير ها هما لقاو ها هو جا، واش هو هذا، عرفت الهضره كامله دايره عليا. قال لي موحى تمشى بالزرب، كانوا غاديين بيا والخطوات ديالهم كيتسارعوا، درت مورايا لقيت داك قوم ديال عباد الله كاملين تابعيننا، طلعنا في واحد العقبه قاصحه، شعيان وفيا العطش، كنت غادي نموت. وصلنا لواحد البلاصه وعليت عيني من الشوفه الاولى عرفتو جامع، دخلنا وبقى ياسين برا، عرفتو غادي يهضر مع الالتراس اللي كانت تابعانا. المهم دخلنا، اول حاجه لاحظت الجامع واخا بسيط كان زوين بزاف، الريحه ديال الزرايب بحال اللي باقيين جداد، في واحد القنش كانوا مسطرين اللواح ومرتبين بواحد الطريقه بحال اللي حاطهم حياته كامله. جلسني موحى على الارض قال لي تسنى، دخل ياسين وسد مع داك الباب ديال الجامع وجلس حدايا، كل مره كان كيدور يشوف فيا بحال اللي ما متيقش، راه بصح انا اللي جالس حداه. تفكر وناض جاب لي بوديزه ديال الماء نشرب، قراونا في المدرسه بلي الماء ما عندوش مذاق، غير كذبوا عنا. انا في ديك اللحظه حسيت براسي بحال اللي كنشرب دواء الموت، بقيت كنشرب لدرجه ياسين بقى كيحيد لي البوديزه من يدي وكيقول لي راه غادي تضرك. جا موحى وجا مع واحد السيد كبير في العمر، فيه 80 سنه تقريبا. السيد شافني وبقى كيقرب لوجهي ويحقق وكيقلب فيا بحال شي واحد من اثيوبيا عطيتيه ايباد. في ديك اللحظه موحى وياسين كانوا كيهضروا، فهمت من هضراتهم باللي الناس ديال الدوار كاملين كانوا كيقلبوا عليا وكيتسناوني نجي. انا ما فهمتش كيفاش الناس عرفوا بهذا الشيء وكيفاش موحى بان فجاه ولقاني. ما كنتش قادر نهضر وما كنتش قادر نسول. الحاجه الوحيده اللي نتقت بها هي عطيوني تليفون نهضر مع الوالده. موحى شدني عنقني وقال لي صبر كلشي بوقته. دار اللي عندهم الراجل الكبير قال لهم على بركه الله نبداو. شنو غادي نبداو؟ شنو باقي مازال؟ انا ما كنتش قادر نزيد، قلت لهم ما خصني والو، بعدا ابعدوا مني. في ديك اللحظه ما كانش عندي ثقه في حتى واحد، كيفاش غادي نثيق من بعد اللي داز عليا كامل؟ رجلي اللي هما مني وكيعكلوني، كيفاش كان غادي نبقى نثيق من بنادم من هنا لقدام؟ شد لي موحى في يدي وقال لي ما عندك مناش خاف ولدي، انا معاك باذن الله، راك غادي تنسى هذا الشيء كامل. ما جاوبتوش، ولكن شفت في عينيه وقريت الصدق، عرفتو ما كيكذبش. دخلوني لواحد البلاصه بحال الباطو، لقيت كاين مغساله ديال الموتى ومحمل محطوط فوقو كفن. دار عندي الفقيه الكبير قال لي هذا كان ديالك ولدي اشرف، ولكن دابا راه مكتاب لشي واحد غيرك. شفت في الكفن وضحكت في خاطري بحال اللي قلت ليه ماشي اليوم، كنت خايف ولكن ماشي من الموت. كيهضروا بيناتهم وانا كنتامل في المحمل وكنت خاير راسي مجبد فوق. شويه دار عندي موحى وقال لي سمعني يا ولدي، راه خصنا نختنوك. ما فهمتوش انا في الاول، قلت ليه كيفاش؟ قال لي خاصنا نعاودوك بالطهاره. فين ما كنت تفكر داك المنظر كنبدا نخرا بالضحك. شديت في حجري وقلت ليه لا مالكم حماق، نصبر على كل شيء، الدياب الحنوشه الجنون والموت، ولكن الا ولي العهد ما خصش حتى واحد يقيسو. جلسني حداه وشرح لي بلي داكشي غير شكليا زعما وما غادي يوقع ليا والو، بقى معايا حتى اقتنعت للضروره. المهم نخليكم نتوما تخيلوا المنظر، ما كاين لي لا شوف حمامه لا شوف غواصه، حتى سمعت المخص صغرت. جلسوني حدا واحد الخشبه وانا حابس الضحكه، نسيت كلشي اللي فات، بقى في بالي غير المنظر ديال ديك الساعه. دخل ياسين وفي يدو جوج سطوله، قال لي حيد حوايجك باش نغسلوك. ما بغيتش نبقى نسول، فهمت بلي غادي يغسلوني بحال الموتى. غمضت عيني وبقيت كنحس غير بالبروده ديال الماء. داروا داكشي تماما بحال طقوس الغسل، نوضوني وخرجوني بالفوطه، باش كنقز بالبرد. جا موحى وعطاني واحد الميكا فيها قندوره وحوايج جداد، قال لي لبس هادو راه شريتهم على ودك في الطريق. وبصحتك لبستهم وبقيت كنشوف راسي في واحد المرايه صغيره كانت معلقه في واحد الحيط. جا الراجل الكبير وعطاني واحد الطرف ديال المسك،
ما عرفتوش في اول مره، مولف غير البارفان ديال الكفار و كافور كما تنقولوا ليه حنايا. بقيت كنشوف فيه قال لي حكوا في حوايجك ومرودنيك، في واحد الريحه نقول لكم رائعه، نسيت الجوع والعيا وكلشي. كانوا واقفين بعاد عليا وكيهضروا وانا كنتامل في الشرجم، والدراري الصغار معلقين فيه وباغيين يطلعوا. شيرت عليهم وهما يهربوا. جا ياسين لقاني كنشوف في المرايه، قال لي انا غادي ندير لك شي عشوب باش تحيد ديك الزروقيه والضرب اللي في وجهك. عيطوا ليه موحى والفقيه، بقاو كيهضروا تقريبا شي 10 ديال الدقائق وجاو عندي قالوا لي كتحس براسك مزيان؟ غير هزيت راسي زعما وقفوني ووقفوا اونفاس معايا وبداو كيقولوا شي حاجه. عقلت غير في الاول بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا العبد الضعيف، وكان كيضرب الزربه ما قدرتش نركز معاه. كنت مره كنسمعوه كيقول سميتي، سالا وسكت واحد 10 ديال الثواني، دازوا عليا بحال 10 سنين. زاد عندي ياسين وتبسم في وجهي ما فهمتوش، قرب لودني وبقى كيأذن. حسيت براسي ارتاحيت، كنحس بأي كلمة أي حرف كل رنة ديال الصوت ديالو. سالا وعاود نفس الابتسامة وتراجع للور. كانت النوبة ديال موحى، وكيف العادة الهضرة ديالو ما تيحيدش منا كلمة ولدي. قال لي انطق معايا الشهادة ولدي. في ديك اللحظة فهمت كلشي، فهمت باللي غادي نولي مسلم، فهمت باللي صافي تسالى كلشي، وفهمت باللي غادي نبدا حياة جديدة. فهمت باللي الله اللي ابتلاني هو النيت الغفور الرحيم المحب لعباده. عليت صبعي وغمضت عيني، وكانت احلى لحظة في حياتي. نسيت كلشي اللي داز عليا، لساني بلا ما نطاع ونطق اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فتحت عيني واقسم بالله العظيم شفت الدنيا بنظرة واحدة اخرى. اول دمعة نزلت من العين ديال اليمين، واول صوت سمعته ديال عمي موحى، مرحبا بك في الدين الحق، مرحبا بك في دين الاسلام. كنت عاقل غير على سميتي، غير على شكون انا واحد الدري صغير درت واحد الذنب كبير في حياتي. انا اللي كنت مسلم غير حين تولدت في دولة اسلامية، انا اللي كنت كنشوف في الدنيا كاملة كحلة، انا اللي ما كان عاجبني والو، انا اللي كنت كنبكي ميمتي كل صباح وعشيه، انا اللي اديت راسي واديت معايا بزاف ديال الناس. وعلاش؟ حيت كنت كنبغي غير راسي. دابا وليت مسلم، دابا كلشي تسالى، الدموع صافي اللي خسرت غادي نعوضهم بالفرحه. ديك الساعه حسيت براسي وليت بنادم واحد اخر. نضتو سلموا عليا ب3 بيوم، كنت باغي نبكي ولكن الفرحه كانت مغلبه على الدموع. خرجنا من الجامع مشينا لواحد الدار ملاصقه معاه، دخلنا وغير من الطريقه اللي كان كيتصرف بها ياسين عرفت بلي الدار ديالو. الدار كانت زوينه وكامله مصبوغه بالبيض، الريحه ديال الصباح في شكال والبرد قاصح. درت لعند الحاج الكبير قلت ليه فين حنايا؟ قال لي في دار ياسين. قلت ليه لا البلاصه اللي حنا فيها. قال لي بلاتي وغادي نهضروا في هذا الشيء كامل. دخلنا لواحد البيت كان مفرز زوين بحال شي دار في المدينه، جلسنا ورحبت بينا واحد السيده الله يعمرها دار، عرفتها الزوجه ديال ياسين. طلبت من موحى البورطابل، قال لي النمره ديال الوالده ديالك عندي، ندوي معها انا الاول. خرج وبقى تقريبا شي 10 دقائق ما بغاش يهضر حدايا، رجع وعطاني البورطابل. الصوت اللي تقدر تسمعه واخا شكون سمك هو صوت مهمتك ولدي. كنت محتاج نسمع هاد الكلمه باش ترجع فيا الروح. قلت لها الو الوالده، بقيت كنسمع غير البكا ديالها ما قدراتش تسكت. عيت نقول لها راني بخير وراه غادي نجي، وهي غير كتبكي. ما بغيتش نزيد نبقى نسمعها كتبكي، قطعت صافي وحبست الدموع. جا ياسين قال لي ما ديرش بالك راه فرحانه. قلب الهضره وعيط اسيه. جات واحد البنيته ما شاء الله القلب ديالي تزعزع، طوب ديال الزين. قال لها سلمي على اشرف. جات وباستني وجلست حدايا وقالت لي فين كتقرا انت؟ بغيت نشرحها ولكن صعيب بزاف، حاولت نفهمها مع ما كان ما عندي ما يدار ولكن مكلخه. الاخير قالت لي انا في تحضيري شحال خصني من ايام باش نوصلك. ضحكتني قلت لها كتعرفي السنه؟ قالت لي يوم وشهر وسنه. قلت لها خصك 14 عام. شحال عطنات كتجري جابت لي واحد الكتاب، سحب لي شي مخطوطه من عهد الفينيقيين،
شديتها لقيتها غير القراءة، غير من المنظر ديالها تعرفها الدوار كامل قرا فيها. وراتني شنو كيقريوهم وكيفاش كيعلموهم الكتابة. لقيتهم باقين كيقراو أكل كريم التفاحة مريم تلعب بالدميات. عرفت هاد البلاد كانت وغادي تبقى ديال الولاد الطيط. طلعونا مكلخين هادي 14 سنة وباقيين كيطلعوا جيل مورا جيل. وريتها شي حوايج وبقيت كنتفرج في التصاور، اي حاجه كانت تفكرني بالكتاب اللي قريت كنت كنخاف من الصفاح، كنحقق في اي كلمه. سهيت وعيط لي موحا قال لي بسم الله نوض نفطرو. كان فيه واحد الجوع اللي رهيب، غير بوحدي كليت التبسيط ديال الجبن بحال اللي عمري شفت النعمه. سالينا وبقيت كنضحك معاهم، مره كتجيهم غريبه كيفاش باقي كنضحك عادي. كنتفكر شي حوايج كيضحكوا وسط هادشي كامل. كنت فرحان، كنحس براسي ما بقى والو من داكشي اللي فات، صافي كلشي تسال. موحا قال لي يلاه تخرج نوريك الدنيا. خرج معنا ياسين وبنتو اسيا. تفكرت الفلوس اللي عطاتني الوالده، هزيتهم في جيبي وخرجنا. اول حاجه منين شفت داكشي عرفت راسي باللي ما عايشين والو. طبيعي اللي شفت ديك النهار ما شاء الله عمري ننساه، وحلفت والله تنعاود نرجع لتمايا. سولت موحا فين حنا، قال لي بلي حنا في منطقه قريبه للريف سميتها باب برد. حنا كنا في توريش وكي درنا وصلنا لباب برد. قال لي دابا ارتاح ماشي وقت هذا الشيء. رجعنا للدوار كنتلاقاو الناس كيسلموا عليا ويعنقوني، النساء كيزغرتوا فهمت والو. ولكن كنت كنحس براسي الحسن الثاني في ديك اللحظه. عنقت شي 70 ولا 700 واحد، كل واحد كان تامل في وجهه، كل وجه موراه 1000 حكايه. ناس بساط بزاف ما كيهمهمش يكون عندك الماستر ولا الدكتوراه باش يحترموك، ما كيحلموش بالمازيراتي ولا يدوزوا الفاكونس في تركيا. كيلبس غير باش يسر راسو، ما كيعرف لا لاكوست لا غوتشي. تاملت حيت كنت عارف باللي اي حاجه في الدنيا خصك بزاف باش تفهمها على الحقيقه ديالها. ما فهمتش كيفاش الناس قادرين يعيشوا بهذه البساطه، الملك وباقيين كيشوفوا غير في الفلوس. اكبر مشكل عند الواحد فيهم هو علاش البقره ما ولداتش هذا الربيع. دوزت نهار زوين نسيت كلشي اللي داز عليا، حتى الناس والعائله ديال ياسين الله يعمرها دار. تعشينا في الليل وقال لي موحى نوض ولدي ندخلوا للجامع باغي نهضروا معاك. عرفت القاصح جاي. خرجنا وكان الليل والبرد بزاف. دخلنا للجامع، سدينا الباب وشعلوا واحد المجمر وجلسوني وسطهم. غير من الجلسه والمنظر اللي داروا عرفتهم شنو باغيين. كانوا باغيين نعاود ليهم كلشي. شاف فيا موحى قال لي كتحس براسك مزيان ياك؟ جاوبتو الحمد لله. بغيت نسولو ولكن ما خلانيش نكمل هضر. قال لي اسمع سي المختار شنو غادي يقول لك. هضر الفقيه الكبير وقال لي عرفناك مغير ولدي، ولكن راه خاصك تعاود لنا داكشي كامل من الاول حتى الاخر. سكت ورجعت السيناريو للور، تفكرت كلشي بديت تنعاود من الاول. من اول لحظه شفت فيها القرع حتى اللحظه اللي بقيت كنسمع غير الزطامي ديال رجليهم. كل مره كانوا كيوقفوني ويبقاو يسولوني ولا كيقول لي نعاود شي حاجه. داكشي اللي كنت كنعاود ما كانوش كيتوقعوا، خصوصا موحى كان مصدوم كيأكد على شي حوايج بزاف. ساليت وبقاو ساهيين كيشوفوا في بعضهم. ناض ياسين وقال لي يلا نديك للدار ترتاح. مشينا ولقينا مرات ياسين خوات بيت الناس ديالهم باش ننعس فيه. ما بغيتش حشومه نخرج الراجل ومرتو وبنتو باش ننعس انا، ولكن عيني غرغروا بالدموع حيت عاد عرفت الناس شحال قلبهم كبير. طلبت منهم يخلوني على خاطري ونعس غير في البيت، ما خسروا لياش. البرد والعيا ما عقدت على راسي تضرباتني الفيقه في الصباح. فتحت عيني لقيت الشمس طلعات ولكن سكات وباين كلشي ناعس. ما قدرتش نوض، بقيت مجبد شي ساعه ونص حتى سمعت الهضره برات البيت. خرجت لقيت ياسين ومرتو كيهضروا. سولتو على موحى قال لي راهم نعسوا في الجامع. كنت باغي نطلع عنده ولكن قلت بلاش ما كاينلاش نفيقوا هذا الصباح هذا. خرجت نتمشى وقال لي ياسين ما تبعتش حيت بغينا نفطروا مجموعين. ملي خرجت من الدار تصدمت، لقيت الدنيا عامره والدراري كيلعبوا في هذا الصباح. بقيت كنشوف في عباد الله والبهايم والشجر وانا ما عارف شنو جايبني لهنا. رجعت للدار لقيت موحى والمختار جاو جالسين كيتسناوني. سلمت عليهم وسولت موحى فوقاش غادي نمشيو. قال لي مور الدور ان شاء الله غنشدو الطريق. جلست وكان سكات في الدار حتى واحد ما تكلم. حتى اسيا جات حدايا وجلست وما نطقات بحتى حرف. كنت كنتسناهم يشرحوا لي داكشي اللي وقع ويقولوا لي على الاقل كيفاش
لقاوني، ولكن تا واحد ما هضر. داك الصباح داز ثقيل، أذن الدور ونضنا نمشيو نصليو. الله يسمح لي ما كنتش نصلي الصبح. صلى بينا المختار وما شاء الله حسيت بواحد الراحه في شكال بحال اللي حطيت من ظهري ثقل كبير. كنت كل مره كنسد كنشم الريحه ديال الزربيه جديده كنحس باللي هي الريحه النيت ديال حياتي جديده. سالينا ورجعنا للدار. عيات مراتي ياسين تحبسنا باش غير نتغداو عاد نتحركوا، ولكن انا ما كنتش قادر نصبر. كنحسب غير السوايع باش نوصل لدارنا. دازو عليا هاد يومين قاصحين بزاف، كنت باغي غير نرتاح. سلمت عليهم بحال اللي عمري سلمت على شي حد. ما كرهتش نبوس ليهم رجليهم على داكشي اللي داروا معايا. تا اسيا ما بغاتنيش نمشي، درت لها ديك اللعيبه ديال سيري لبسي الصباط باش تمشي معانا. سلمت على الحاج المختار، راجل معقول الله يعمر ليه الدار، وقال لي بلي باقي غادي نتلاقى ونتجمعوا. موحى كان واصل لواحد المستوى ديال الادراك بعيد، حاول يوصل لي الامور بواحد الطريقه في شكل، وشرح لي بلي الطريق كامله وما يمكنش تقدو باش يوضح لي هادشي اللي داز عليا كامل. انا حاولت نتبع معاه الخيط ديال الامور باش نفهم كلشي. في الاول فهمني بلي هادشي مكتاب قدر الله، ما عندي ما ندير، وباللي انا ما عنديش هاد نفيه، وباللي هو براسو ما كانش عنده القدره يستحمل شي حاجه بحال هادشي اللي دوزو عليا. وضح لي العلاقه ديالو بيوسف اللي كانت سطحيه بعكس شنو كان كيحساب لي. قال لي بلي يوسف كيعرفو من خلال صحابو، وطورات بيناتهم العلاقه غير حيت كان كيحضر معاهم الحصص ديال الرقيه الشرعيه. بعض المرات في عمليه الصرع الفقهاء صحابو من بعد توضح بلي براسهم غير تلاقاوه في شي ليله هكذا، وبحكم انه ماشي ولد المنطقه بقاو على اتصال معاه، بلي مده المعرفه ديالهم ما فايتاش اسبوع تقريبا. يوسف تصادف في الوجود ديالو مع موحى النهار اللي هضر مع السيد عليا، واصر تا هو يرافقهم ويجي يشوف الحاله. موحى حس بشي حاجه ماشي طبيعيه منين يوسف بدا الاهتمام ديالو بالكتاب، وخصوصا انه كان كيسولني على شي حاجات غريبه بزاف، بالاخص القضيه ديال انه في يدو الحل المساله ديال السيد ديال الخميسات. موحى عاود لي بلي منين خرجوا من عندنا من الدار كانوا غاديين في حالهم. يوسف كان مزروب وكيهضر بزاف في البورطابل، واخا كان موحى كيحاول يسولو يفسر كيفاش القضيه ديال السيد اللي كان غادي يعاوننا ما كانش كيعطيه راس الخير، كيخلي الموضوع ديما في الظلام، وكيقول ليه ما يكون غير الخير ان شاء الله. من وصلوا في حالهم لتارودانت، موحى ما لقاش البورطابل ديالو، كان مأكد من راسو حاطو في واحد الكارطابل ديال اليد، ولكن ما فهمش كيفاش ضاع منه. غدا في الصباح مشى عند صحابو الفقهاء اللي جاو معاه، وطلب منهم النمره ديال يوسف باش ينسق معاه النهار اللي غادي يرجعوا عندي باش يشوفوا الحاله ديالي. يوسف ما كان كيجاوب حتى واحد في البورطابل، وحتى حنا ما كانش كيجاوبنا. خط الاتصال الوحيد اللي كان باقي بيني وبين موحى ويوسف هو يوسف. فهمتوا القلب دابا؟ يوسف كان عارف اش كيدير، واللعبه كانت بحال الشطرنج، طيح البياض كاملين وبقينا غير انا وياه فوق الرقعه. موحى حاول يقلب على السيد اللي من العائله ديالنا ياخذ منه نمرتي، ولكن كان مشى بحاله لهولندا. لحد الان كانت كتبان ليه الامور عاديه، والفكره اللي كانت في باله هي باللي يوسف نهار غادي يكون موجد الامور، غادي يتصل بواحد من جوج اللي كانوا معاه ويعلمهم بالوقت اللي غادي يرجعوا فيه لعندي، ولكن ماشي داكشي اللي وقع. اول مره شفت فيها القرع ويوسف مع بعضياتهم، ما عرفتش باللي ديك توارق ما كانوش راكبين فيها ناس عاديين، ناس عارفين اش كيديروا ماشي يخرجوا من العدم. وهجموا انهم يعالجوني وكاع داك التخربيق. شرحوا لي يوسف بلي الحوايج اللي فهمتهم ودرتهم من شمس المعارف قليل اللي يقدر يوصلهم، بلي بالنسبه لهاد الناس انا كنت ثروه وفرصه العمر، وبلي هما الوحيدين من بعد الله تعالى اللي يكونوا عارفين شنو خرجت من الكتاب. الخطه اللي جاوا بها كانت محكومه ومعدله حرف نقطه وشكون كان الطعم. انا بطبيعه الحال حيت كنت في موقع الضعف، غارق بين الهموم ديالي وسط المصايب في واحد العالم اللي ما عارف فيه حتى حاجه. وفي ديك اللحظه باش كنقلب غير على طوق النجاة، اي يد كانت غادي تمد ليا كنت غادي نتشبت بها. هذا هو الدور اللي لعبوه عليا هاد ولاد الطيط، ومثلوا عليا باللي راهم الطريق الشافي وسبيل الخلاص. في ديك الساعه ما كنتش عارف الفرق بين يوسف وموحى، كان كيسحاب ليا باللي راهم مع بعضياتهم كليكه وحده، ولكن لا،
شرح لي موحى بلي داك الناس اللي كنت معاهم هما مشعوذين، وبلي المنطقه اللي كنا فيها كانت مشهوره بواحد الاسطوره كتقول باللي كاين فيها شي حاجه اكثر من الكنز. كيفاش اكثر من الكنز؟ ما فهمتش. ما بقاتش يقدر حتى شي بشا، ماشي ذهب وماشي فلوس، الله وحده اللي عالم شنو كان مخبع تما المدفونه. هكذا قالها موحى. الناس ديال المنطقه كاملين سامعين بها وكيعرفوها مزيان، ولكن قليل اللي كان قادر يقلب ولا يحاول يلقاه. اغلبيه كان كيموت في الاخير ولا ما كيعاودش يرجع. فهمني بوحى بلي القرع حاول جوج مرات يجبد المطموره، ولكن في اخر محاوله تشلل. واحد السيد كان معاهم ولد المنطقه واللي هو من العائله ديال الناس اللي وصلنا عندهم اول مره. تما عاد فهمت علاش السيده كانت كتغوت بديك الطريقه الهستيريه. هذا الشيء كان ياسين عنده معرفه به، بحكم انه ولد المنطقه والطفوله ديالو كامله دوزها وسط هذه القصه. الدفينه وكما كانت معروفه الاسطوره كانت محميه من طرف ملك الجان الغابات، وبلي تا واحد ما كان يقدر يجبدها من غير الا كانت كتوفر فيه مواصفات خاصه وبطقوس معقده، وهما اللي لقاوهم فيا. حاولت نفهم من عند موحى علاش انا بالضبط، ولكن هو براسو ما كانش فاهمو. فهمني بلي هادشي اللي كيقول لي هما مجرد تحليلات وصلوا ليها البارح منين بات مع ياسين والمختار في الجامع. ممارسات اللي عاودت ليهم كانوا غريبين لدرجة انهم اول مرة كيسمعوهم، يعني عمرهم ما سمعوا بشي واحد استعمل بحال هاد الطقوس باش يجبد كنز ولا يستحضر ارواح. موحى الاغلبية ديال كلامه كان دخول وخروج في الهضرة، الشي اللي خلاني نشك فيه تا هو، نقول بلي عنده يد معاه. الخطة ديال القرع كانت مقودة، وكان عارف في كل خطوة فين يحط رجله. موحى شرح لي كيفاش اتجا عندي وكيفاش القضية ديال البير، وهنا زاد صدمني. يوسف كان كيحركنا كاملين بحال شي اللي كيلعب بالكراكيس. كيفاش؟ ما فهمتوش. العقل اللي عطاه سيدي ربي يجعلو يخطط في العشيه اللي كانوا جايين عندنا للدار هو والقرع، بحكم انه ضامن البلان ديالهم غادي ينجح. عيط لصحاب موحى وقال لهم باللي خصو يهضر معاه ضروري في المساله ديال. شرح لموحى باللي خصو يشد الطريق في ديك العشيه ويجي لعندي، ولكن فين الله اعلم. يوسف على حساب ما قال موحى باللي السبيل الواحد باش نتخلص من التبعيه ديال الجن اللي استدعيتهم هو الموت. الموت. قال لي باللي خصني نوصل لواحد المرحله اللي نولي كنطلب فيها الموت ونقلب عليها، ولكن ما نلقاهاش، وما نلقى حتى كي ندير نقش راسي، يعني نبقى معلق ما بين الحياه والموت. ديك الساعه وانا وزهري، يا اما نحماق ولا نبقى عايش، يا اما نموت وانا مشرك. فهمتوا باللي الجان ماشي العاب في يد البشر، يستدعيهم وقت ما بغا ويخليهم وقت ما بغا. يعني في الوقت اللي كتستدعي فيه واحد من العالم الاخر راه كتكون الطاعه المطلقه ديالو ليك، وكيف ما عندنا كلشي عنده ثمن، حتى انت كتكون مملوك ليه. يعني علاقه تبعيه ازدواجيه، وما يمكن تفرق بيناتكم غير الموت، واللي خصك توصلها عن اقتناع باش يمكن يتفرق معاك.